تصوروا أن هذه الملاجئ تحت الأرض والأنفاق، تصوروا أنه هذه تفيدهم، تصوروا أنه يثنون عزيمة العراقيين النبلاء الأصلاء، يثنون عزيمة الحشد الشعبي المجاهد. لاحظ هذه خنادق مالتهم، هذه جحورهم، وهذه الأماكن التي كانوا يختبؤون بها ويتصورون أنهم قادرين على البقاء. هيهات أن لهم البقاء طالما معهم وخلفهم من هو باع ضميره، وخلفهم من أبطال العراقيين، من أبطال الحشد الشعبي. والله سوف نسوقهم سوق الغنم إلى خلف الحدود. هذه الجحور التي كانوا يختبؤون بها في تلال حمرين. هذه المنطقة هي في تلال حمرين، وجاءهم أبناء علي بن أبي طالب، أبناء فاطمة الزهراء. سوف نلاحقهم بالجحور، بالسطوح، بالأعالي، بالجبال، ونجرهم إلى ما كانوا يتصورون إليه، نجرهم إلى مستنقع التاريخ، المستنقع الرذيل. يعني هم أرذال، ولن تفيدهم هذه الجحور، لن تفيدهم هذه. الحشد الشعبي لأنصار العقيدة لملاحقة هؤلاء الغزاة أينما كانوا، ونحن هنا يلا احنا اننا نتحداهم ان ياتوا الى متر واحد منهم. ما راح يعني هم واثقون على انه هم امورهم منتهيه، وان شاء الله لم يبقى واحد من هؤلاء الدواعش في ارض العراق طالما هناك سواعد برجال وابطال اينما كان. احسنت حجينا، الله يبارك.